يقولوا له الزليل. Il a été découvert à Msila en 1720. Il nous appartient de droit. هذاك الوقت كي يسمعوا بنا المغاربه جا واحد المروكي يهودي دخل له زين تاع سكيكدا وسرق لنا ان كارو. كي سرق لنا ان كارو داه المروك داروا ليميتاسيون والماركه قال لك بلي تاعنا. حنا ريبوندينا لهم ورينا لهم افيك دي بروف بلي نو il nous appartient de droit. هذا يقولوا له لو كارو. هذه يقولوا هذه الورده هذه فيها لو فال لا سينيفيكاسيون تاعها الجنه وفيها لو بلون لا سينيفيكاسيون تاعها لا بي الجنه والهنا. الزليج الجزائري مشاهدينا يزين شعار كأس إفريقيا 2025. يعني كما نقولوا بالعامية الجزائر فيها بطريقة أو بطريقة أخرى. لدينا صورة شعار كأس إفريقيا 2025 والتي ستجرى بالأراضي المغربية بالمغرب بالتحديد شهر ديسمبر القادم. ها هي هذه صورة للمنتخب الوطني الجزائري للاعبين بالقميص تدريبات قميص الزليج الخاص بتدريبات المنتخب الوطني الجزائري. وهذه هي تميمة كأس إفريقيا 2025 وهذه تميمة فيها الزليج الجزائري. تقمص المنتخب الوطني قبل حوالي 3 سنوات الزليج الجزائري في قميص الإحماءات الخاص بالمباريات الرسمية والودية، ثم جاء من جديد الزليج وطرق أبواب كأس إفريقيا 2025 من بوابة شعار كان 2025 كما نتابع في هذه الصورة. شعار الكان بشعار الزليج الجزائري يا عمار عمور. الجزائري ثقافتنا وتراثنا نظن اللي انكاشي خاص بالجزائريين. ان شاء الله برك الله برك يعطي التفاؤل للاعبين ولما لا نديروا بطوله في المستوى ان شاء الله. يكون فيها الخير وزدتوا لي لاكوب تاعنا لما لا؟ ولما لا؟ على عندنا كل الامكانيات. نسترجعوها حتكون احسن هديه خاصه للاعبين اللي راهم في نهايه المسيره تاعهم باش يخرجوا على الاقل براس مرفوع. ماذا يعني ان تلعب ايضا كاس افريقيا في المغرب في بلد من شمال افريقيا في ظروف مناخيه نعرفوها مليح، وانت تعرف انه تلعب كاس افريقيا في هذه الاجواء في شمال افريقيا يكون مستوى من نوع اخر. يعطيك الصحه. نظن باللي حتى التدريبات او الحسابات اللي ديرهم الكليما المناخ او الرطوبه او الحراره راح تنحيها جانبا. انا نفس المناخ نفس البيئه اللي تاع الجزائر. واخر كاس نظمت في شمال افريقيا نظمت في مصر فزنا بها احنا في 2019. لما لا نعاودوا؟ هذا على كل حال حلم لازم حلم كامل كجزائريين. لما لا اللاعبين الجزائريين ان شاء الله المنتخب الوطني الجزائري يعاود يفرحنا ان شاء الله هذه المناسبه القادمه ان شاء الله وجبنا الكاس حتى وهي حلم شويه بعيد، ولكن لما لا نحلموا. المهم ان الفريق يكون موجد 100%، لاعبين اللي يلعبوا يمدوا اقصى ما عندهم، نكون وراء المنتخب الوطني الجزائري، ومن بعد الامور تجي مقابله وفوز بفوز ولابيتي فيان مونجون كما يقول. رانا 25 جانفي البارح يا خاوتي اجتمعوا لجنه من تاع التربيه في البرلمان على جالكم يا التلاميذ، وان شاء الله قلت انا السير راح يلقاو لكم حلول بما انهم يحبوكم ويحبوا الشعب الجزائري ويتمنوا لكم الخير. اجتهدوا وداروا اجتماع وخرجوا بهذه الفكره وهذه النتيجه. ما انا متاكد منه ان الامر دبر بليل. احنا كيف ابنائنا بين عشيه وضحاها يرقدوا وينوضوا ومن بعد يخرجوا لنا للشارع في مظاهرات وراء هذه البلبلة، وراء هذه الأطراف التي تسعى إلى ضرب الأمن واستقرار الجزائر. الكهول كما يقولوا التلاميذ. شفت كهم حطوا لكم ايادي خارجيه وخطوا لكم في الليل ولموكم وخرجوكم ضربه واحده. التلاميذ كي يسمعوا هكا راح يهبلوا يقولوا يا ولدي يا ولدي. نعم يا خوتي داروها ديجا للطلبه تاع الطب وكتبوا عليهم في الجورنال، وداروها ديجا للمتقاعدين، داروها لا اللي طالب بحقه عندهم نفس الأغنية خرجوها له المؤامرة والتدبير وخرجوكم وكذا. شفت كل يوم يفوت يا خالتي إلا وفي طبقة وفئة أخرى من الجزائر تزيد تكتشف أنهم فاشلين، وما دام ما عندهمش حلول يروحوا يتهموك ويتهجموا عليك. حتى التلاميذ مساكن حتزيدوا تقولوا مانيبيولي، ومن بعد يجيوك بعض الأساتذة يديروا تيك توك يقولوا هذا الكلام. إضراب التلاميذ راهو يتوسع في نطاق أكبر. راهم خرجوا مسيرات يرفدوا واحد اللوافت
خطيرة في أمن الدولة. اوبا شعارات خطيره. وش درتوا يا تلاميذ؟ خير ان شاء الله. وهي لي بوندرول هذوك اللي مكتوب فيهم الكهول هذيك خطيره على الوطن. يا ولدي اللي حاكميننا كل كهول حديروا لنا مشكله تسمى كونفلي انتر جينيراسيون. يقصدوا لا 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 راكم درتوا خطير. شفت يعني راشيه الدعوه سو بوان حتى الشعارات هذيك تاع الكهول خطيره على الوطن. ومن بعد تجي مام استاذه اخرى شفتها قالت هذا الكلام. بون انا نتحدث مع التلاميذ هما الاولى. قلعوا بالكم بلي عندكم حق في الاضراب. نحيوها. اللي عنده حق في الاضراب هو الانسان اللي ينتج. نتوما ماشي منتجين. كيفاه ما عندوش الحق؟ التلاميذ عبر العالم يديروا اضرابات غير الجزائري مسكين ما عندوش الحق. لا 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 قانونيا وعقلانيا لا لا لا. شوفوا يا خوتي باش ما يبهموكمش نروحوا نشوفوا في الدول الاخرى كيفاه يديروا. نحكموا دوله قريبه ونفهموا لغتهم باش نفهموا. كي غير في فرنسا داروا هما تانا نفس القضيه وداروا ريفورم هذا في الدومين هذا. التلاميذ ما عجبهمش كيفكم انتم يا تلاميذ لا ميم شوز. واش داروا؟ لا ميم رياكسيون تاعكم خرجوا الى الشارع في مسيرات. Une marée de lycéens et des revendications scandées à l'unisson. Le monde déteste la sélection. Dans les rues du centre-ville de Tours ce matin, plus de 1000 jeunes déterminés. Ils dénoncent la loi Vidal qui modifie les conditions d'accès à l'université. الفرق انه الاعلام ديريكت نزل وقال التلاميذ خرجوا ما عجبهمش وناضوا يعقبوهم في النشره. Sur le pavé jeudi dernier, les lycéens veulent remettre ça ce mardi. Dans cet établissement du Val d'Oise, les élèves bloqueront à nouveau l'entrée du lycée. ما خافوش على استقرار الوطن. لا اصله الدول اللي تخاف على استقرارها من التلاميذ هي الدول الراشيه تسمى حاكمه على الشعره تسمى عبالو تلميذ ولا حتى بقره كنت تخرج في الطريق قادر تطيح استقرار الوطن. اما الدول اللي ثابته نورمال يفوتك في التيلي ويهودوا مام يديروا استجوابات. Si on manifeste c'est parce qu'arrive un moment on dit rien mais être pris pour des abrutis ça commence à aller un peu trop loin. C'est-à-dire Avec toutes les nouvelles réformes, tout ce qui se passe. Le fait que les classes ne soient plus dédoublées, qu'on va être beaucoup d'élèves dans une classe et le fait que les professeurs ne puissent plus... وطبعا التلاميذ تاعهم كيما التلاميذ تاعنا يسون بلان دينيرجي يخرجوا يعيطوا ويضربوا بعضهم بسقله Pour une longue marche d'établissement en établissement.